السلام عليكم. هسألك سؤال وترد عليا. الأهلي أقوى ولا منتخب مصر؟ النادي الأهلي أقوى. من غير ما تفكر يا باشا. ليه يا ابني أنت بتقول كده؟ بقول لك كده عشان معسكر منتخب مصر اتلغى عشان خاطر النادي الأهلي بيأدي مهمة وطنية. طب وبالنسبة للمنتخب مصر الوطني، منتخب مصر القومي، إيه أهم ولا النادي الأهلي؟ لا، النادي الأهلي أهم. تناول الإعلام للنادي الأهلي بالصورة دي أهم. ولما الاعلاميين يسافروا امريكا عشان يتدلعوا ويهزروا ويضحكوا ويتصوروا اهم. وعشان لما الاعلاميين يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي اهم. يبقى يا باشا النادي الاهلي اقوى حاجه في الكره المصريه، واللي يقول كده يبقى راجل كذاب. لو انت طلعت قلت ان منتخب مصر اهم من النادي الاهلي هقول لك انت راجل كذاب، انت راجل ما بتقولش الحقيقه. هي دي النقطه، هو ده اللي احنا شايفينه. لو انت شايف غير كده يبقى ليك وجهه نظر، كل واحد ليه وجهه نظر يقولها باحترام وبادب. انا بقول لك وجهه نظري. لما منتخب مصر كان في كاس العالم 2018 ما كانش حد بيعمل كده، ولا حد سافر ولا حد راح ولا حد جه، واللي سافروا قليلين. مش كل القنوات سافرت وكل الاعلاميين سافروا وقصارهم والدنيا والهيصه. ايه ده ايه ده ايه ده يا عم؟ ده النادي الاهلي بيصرف جامد، النادي الاهلي بيدفع جامد. شفت يا باشا الاعلاميين وهم لابسين تيشيرت النادي الاهلي عشان النادي الاهلي عنده مهمه قوميه. طبعا كلنا لازم نقف وراه، انا معاك. وانا كحسن هشجع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه عشان عندي اسبابي الشخصيه. انا ما بشجعش نادي غير لما بيخسر، فهشوف يمكن تمشي مع النادي الاهلي. انا براهن على النادي الاهلي ان النادي الاهلي هيكسر لي الموضوع ده. تمام. منتخب مصر كان لازم يعمل معسكر ويشوف اللعيبه اللي ممكن تديله، ممكن تلعب معاه، حتى لو مش منتخب مصر بتاع الكابتن حسام حسن. كان الكابتن حلمي طولان عمل معسكر حتى بالمنتخب اللي هم هيعملوه يلعب بيه كاس العرب، لكن محدش فكر في الموضوع ده. اما بقى في نادي الزمالك والقصه والحدوته بتاعت احمد حمدي اللي الناس كلها اتكلمت عنها، انا ليا وجهه نظر وهقول فيها كلمتين ومش هطول عليك. احمد حمدي لعيب محترم، اتصاب، المفروض ان النادي بتاعه بيعالجه، فالنادي عالجه. احمد حمدي ليه فلوس، ليه قصه، الموضوع ده يخلص جوه النادي يا كابتن احمد. مش لازم نقول 1700 يورو والنادي يطلع يقول لك احنا حولنا اللعيب للتحقيق. ما تسكتوا، هي ناقصه فضايح، هي ناقصه خيبه يا عم. الله يصلح حالنا وحالكم. المفروض تكون اعلنت عن المدير الفني الجديد والمدير الفني يجي يجيب اللعيبه، لكن انتوا قاعدين بتتفرجوا على النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. سلام.